اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، فيديو جديد اللي غادي نوجد فيه حريشه اللي كتجي مقرمشه وفي نفس الوقت رطبه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الحريشه، وما تنساوناش من الدعم ديالكم للقناه والاشتراك والبارطاج باش يوصلكم اي جديد. نبداو المقادير على بركه الله. عندي نص كيلو ديال السميده اللي تكون من النوعيه الجيده، لان الا كانت السميده ما زويناش كتجي الحرشه شويه ما مزياناش. عندي معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره، ساشي ديال الخماره، وجوج معالق ديال سنيده. عندي نص كاس ديال الزيت وجوج كيسان ديال الماء. نبداو على بركه الله. غادي نضيف جوج معالق ديال سنيده، وغنضيف الملحه مع الخميره، وغادي نزيد الزبده كتبقى اختياريه. غندير شويه ديال الزبده البلديه اولا راس معلقه ديال السمن اللي تا هو كيعطي واحد المذاق زوين، وخماره ديال الحلوى اللي غادي نقص منها واحد شويه رويس معلقه. صافي غادي نبدا نبسبس السميده كما كتشوفوا حتى يمتزجوا مع بعضياتهم. غير تبعوا معايا مرحله بمرحله وخطوه بخطوه باش ننجح معكم من اول تجربه. دابا غادي نضيف شويه ديال الزبده، اللي بغات تضيف الزبده ديرها، اللي مبغاش كتبقى اختياريه. نكتفيو غير بالزيت. دابا غادي نخدم هاد الزبده مزيان حتى تولي مبسبسه مزيان السميده. هاد الحرشه غير تبعوا خطوه بخطوه غادي تنجح معكم من اول مره. غادي ندير نص كاس ديال الزيت ونعاود نبسبسها. ضروري ما نخدمو السميده مزيان. غادي نكمل داك شويه الزيت اللي بقى ليا، عندي نص كاس. من بعد ما خدمتها حتى كتولي مرمله كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نقص واحد جوج حفينات باش غادي نرش على الحرشه ملي غادي نديرها في المقله، وعاد غادي نضيف الماء. غادي نعبر معكم هنايا بكاس ديال العنبه باش تعرفوا العبار بالتدقيق. غادي ندير الكاس الاول وانا تنخلط. غادي نضيف الكاس الثاني، وحنا تنخلطوه غير بالاصابع، ما نمعكوهاش مزيان. والعجينه خصها تكون شويه خفيفه، ما خصهاش تكون قاصحه، نحسوا بها في يدينا رطبه. دابا غادي ناخذ المقله
اللي اما المقله تكون بارده واما تكون سخونه. غادي نرش عليها واحد الكميه ديال السميده، وغادي نهز واحد الكميه ديال الحرشه غنكورها وغنضيف عليها واحده اخرى عاوتاني من الفوق، لان ما جاتنيش نهزها كلها في دقه واحده. وغادي نقرص شويه بشويه، غادي نبسطوها من جميع الجوانب باش تكون الحرشه متساويه غدا قد من جميع الجوانب. وغادي نعاود نرش داك شويه ديال السميده اللي بقى ليا من الفوق. انا تنرش وانا نخدمها بيديا كيف ما كتشوفوا. ضروري ما نلبسوها بالسميده على الوجه كامل. الصوره راه واضحه. دابا غادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نقادها من الجوانب كيف ما كتشوفوا. وغادي نوضعها على النار، وغادي نتقبها بالفرشيط، وغادي نخليها حتى طيب من الاسفل. عاد غادي نقلبها. من بعد ما طابت ليا من التحت غادي ناخذ صينيه او اي حاجه عندكم باش تقلبوا، او طبسيل او اي حاجه قلبوها، ونحصلوا على هذه النتيجه الرائعه اللي نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هذه الحريشه كتجي مقرمشه وفي نفس الوقت رطبه، والمذاق مع ديك زبيده بلديه يا سلام. غادي نرافقها بالزبده بلديه كيف ما كتشوفوا. وعسيله اللي حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. جربوها البنات وكتبوا لي في كومونتير كي جاتكم الحريشه ديالي اللي غادي تنجح معكم من اول تجربه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.